السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2025، خاض المنتخب الليبي مباراتين حتى الآن ضمن منافسات المجموعة الرابعة. في المباراة الأولى، واجه المنتخب الليبي نظيره الرواندي في الجولة الافتتاحية، حيث انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. قدمت ليبيا في تلك المباراة أداء مقبولا، إلا أن الحظ لم يكن حليفها لتحقيق الفوز. افتتح منتخب رواندا التسجيل، لكن ليبيا تمكنت من تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط. ورغم أن هذا التعادل لم يكن النتيجة المثالية التي تطمح لها الجماهير الليبية، إلا أنه منح الفريق فرصة للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل، خصوصا في ظل صعوبة المجموعة. في الجولة الثانية، واجه المنتخب الليبي نظيره البنيني، وكان يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعوض تعثره في الجولة الأولى. ومع ذلك، لم تجر الأمور كما هو متوقع، إذ تكبدت ليبيا هزيمة بهدفين مقابل هدف. وعلى الرغم من تسجيل المنتخب الليبي لهدف، إلا أن دفاعه لم يتمكن من التصدي لهجمات بنين، مما أدى إلى استقبال هدفين كان كافيين لحسم المباراة لصالح بنين. هذه الخسارة شكلت ضربة قوية لآمال المنتخب الليبي في التأهل، حيث أصبح موقفه أكثر تعقيدا، وأصبح مطالبا بتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة للحفاظ على حظوظه في المنافسة. أظهرت المباراتان حاجة المنتخب الليبي إلى تحسين أدائه الدفاعي واستغلال الفرص بشكل أفضل أمام المرمى. ومن المتوقع أن تكون المباراة المقبلة ضد نيجيريا صعبة للغاية على المنتخب الليبي، خاصة أنه سيخوضها خارج أرضه، وفي ظل تألق المنتخب النيجيري الذي يعتبر أحد أقوى الفرق في القارة الإفريقية. المباراة سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت، مما سيمكن الجماهير من متابعة هذه المواجهة الحاسمة التي قد تكون لها دور كبير في تحديد ملامح التأهل عن هذه المجموعة. وفي النهاية، لا تنس تفعيل الجرس والاشتراك ليصلك كل جديد.